امتى ابتدي ادخل الاكل لطفلي اللي هي بدايه مرحله الفطام للطفل؟ انا ببدا ادخل الاكل للاطفال من عمر 6 شهور، دي القاعده العامه. بعض الاستثناءات ان في اطفال بتبدا عند 4 شهور، ده اللي بيحددها الدكتور اللي متابع الحاله. من 6 شهور ابدا ادخل له ايه بالظبط؟ اول عنصر ببدا بيه اللي هي الحاجات الطبيعيه بصورتها الطبيعيه، يعني بستخدم دايما الفاكهه والخضار بصور طبيعيه، طبعا صوره سائله بدون اضافه ملح او سكر او ميه حتى. طيب انا ببدا ازاي؟ بتبدا بكميات زي تجربه كده، معلقه كتجربه، وبسجل انا ملاحظات ان في مشكله على الطفل ولا لا، عشان اعرف بس في انواع تعمله تحسس ولا لا. ببدا نوع واحد وبجربه تدريجي لمده 3 ايام، بزود الكميه لحد ما الاقي الامور كويسه، خلاص بعتمده واكمل واللي بعده واللي بعده. انا حسيت ان في نوع في منه مشكله بوقفه وارجع اختبره تاني. طب ارجع اختبره مره ولا 2؟ ممكن اختبره لحد 10 مرات. لو الطفل زهق من الطعام او مش راضي ياخده، برضه ما بحكمش على ان خلاص الطعام ده مش مناسب للطفل.